السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم مستمعين ومشاهدين الأعزاء في حلقة جديدة من بودكاست السياسة، الذي يأخذكم في رحلة داخل أعماق الأحداث السياسية الراهنة. اليوم نناقش موضوعا ساخنا ومثيرا للجدل، حيث تتأرجح موازين القوى في المحيط الأطلسي بين قرارات أمريكية مثيرة وتوترات إقليمية قد تعيد رسم خارطة السيادة الإقليمية. سنتحدث عن المخاوف المتصاعدة في الأوساط الإسبانية من قرار أمريكي جديد قد يميل لصالح المغرب، والذي قد يدعم مطالب الرباط فيما يتعلق بسيادة سبتة ومليلية. في هذه الحلقة سأعرض لكم التقرير بكل تفاصيله، وأشارككم رأيي الشخصي وتحليلي العميق لهذا المشهد الذي يمزج بين السياسة والأمن والاستراتيجية الدولية. فلا تذهبوا بعيدا، واستعدوا لاستكشاف 3 محاور رئيسية تكشف لكم الصورة الكاملة لهذه القضية المتشابكة. قبل أن نبدأ في تفاصيل الخبر، لا تنسوا الاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد، وتفاعلوا معنا بإعجاب وتعليق لدعم المحتوى. في ظل التقلبات العالمية التي تعيد تشكيل ملامح التحالفات الإقليمية، يظهر أن الخطوط الفاصلة بين السياسات الداخلية والخارجية تتلاشى شيئاً فشيئاً، مما يجعل الأحداث تتشابك في لوحة معقدة يصعب التنبؤ بمساراتها. يتداول الإعلام والمحللون السياسيون تقارير تفيد بأن هناك توجهاً أمريكياً جديداً قد يميل لصالح المغرب في ملف حساس طالما كان مصدر توتر بين الأطراف، وهو ملف سيادة سبتة ومليلية، تلك المدن التي أثارت قلق الأوساط الإسبانية منذ عقود. تأتي هذه التطورات في وقت يشهد فيه المشهد الدولي إعادة توزيع للأولويات الاستراتيجية، حيث يبرز دور الولايات المتحدة في إعادة صياغة مواقفها بما يخدم مصالحها في المنطقة، وهو ما يضع إسبانيا أمام تحديات سياسية وأمنية جديدة. وفق ما ذكرته صحيفة الإسبانيول، يلوح في الأفق احتمال أن يتخذ الرئيس الأمريكي خطوة مشابهة لتلك التي اتخذها بشأن قضية الصحراء المغربية في الماضي، إلا أن هذه المرة تكون الدعامة لاستحقاق المغرب للسيادة على سبتة ومليلية. وقد عبرت الدوائر العسكرية والأمنية الإسبانية عن قلقها من أن يحدث هذا القرار تغييراً في موازين القوى الإقليمية، مما قد يؤثر بشكل مباشر على الاستقرار الداخلي والتوازن بين الأطراف ذات العلاقة في المحيط الأطلسي. كما أن هذا التطور يأتي في ظل تسارع التعاون العسكري والتقني بين الولايات المتحدة والمغرب، وهو ما أضاف طبقة جديدة من التعقيد إلى المشهد السياسي والأمني. يضيف المحلل السياسي محمد شقير بأن المخاوف التي أعرب عنها بعض الدوائر الإسبانية ليست وليدة اللحظة، بل هي تتأصل في تاريخ طويل من التوترات القائمة على قضايا حدودية استراتيجية ومنافسة على النفوذ. وأوضح شقير أن تسليح المغرب بأسلحة متطورة ومفاوضاته مع الجانب الأمريكي لا تأتي إلا لتؤكد أن العلاقة بين الرباط وواشنطن تخطت حدود التعاون الاقتصادي التقليدي لتصل إلى مجالات الدفاع والأمن، مما يجعل الموقف الإسباني أكثر حساسية. وهذه التحولات لا تقف عند حدود السياسات العسكرية فقط، بل تمتد لتشمل ملفات اقتصادية وسياسية مهمة مثل قضايا الهجرة والتبادل التجاري ومكافحة الإرهاب، مما يزيد من تعقيد المشهد ويضع إسبانيا أمام ضرورة إعادة تقييم استراتيجياتها الدبلوماسية والعسكرية. تتشابك هنا العوامل التاريخية والجيوسياسية في ملف واحد، حيث تتداخل الدوافع الاستراتيجية مع التحديات الأمنية والاقتصادية، مما يجعل ملف سبتة ومليلية ليس مجرد قضية إقليمية، بل محورا يعكس تحولات أوسع في النظام الدولي. في هذا السياق يبدأ المحور الأول بتحليل أعمق للتداعيات المحتملة لهذه القرارات الأمريكية وتأثيرها على الوضع في سبتة ومليليا، حيث تتداخل السياسات الدفاعية والأمنية مع الرؤى الاستراتيجية للمستقبل. يمتد تأثير هذا الملف السياسي إلى قلب مراكز صنع القرار في مدريد، حيث تتبلور الاستراتيجيات الدبلوماسية في صياغة ردود فعل متوازنة بين الدفاع عن السيادة الوطنية والحفاظ على علاقات التعاون الثنائي مع الرباط. في خضم هذه الأجواء المشحونة تنبع أصداء المخاوف من تصريحات بعض المسؤولين في الدوائر الأمنية، الذين عبروا عن قلقهم من إمكانية إعادة فتح الملفات الحساسة في ظل التحركات الأمريكية الأخيرة، ما قد يخلق حالة من عدم الاستقرار تتجاوز حدود السياسة الخارجية لتطال البنية الداخلية للأمن القومي. لم يقتصر التوتر على الرأي الرسمي فقط،
بل تسرب إلى الرأي العام الذي عبر في استطلاعاته عن مستويات مرتفعة من القلق حول مستقبل السيادة على المدينتين، معززا بذلك الشعور بالحساسية التي تعتري مراكز اتخاذ القرار في مدريد. ومن الناحية الاقتصادية، تشكل العلاقات التجارية واللوجستية بين إسبانيا والمغرب ركيزة أساسية لا غنى عنها، إذ ترتبط مصالح البلدين باتفاقيات تجارية واستثمارية متشابكة، تجعل من أي تحول في الموقف السياسي عاملاً محورياً قد يعيد ترتيب موازين التعاون الثنائي. وفي ظل هذا السياق، يبرز الإعلام تفاصيل مشوقة من خلال سيناريوهات متعددة تتحدث عن احتمال استغلال هذه التحركات لإعادة صياغة المعادلة الإقليمية، بما قد يؤثر على الحراك الاقتصادي والتنموي على حد سواء. وفي هذا الصدد، دعت الأصوات الدبلوماسية إلى ضرورة مراجعة السياسات الأمنية والدفاعية بانتظام، لضمان بقاء مصالح إسبانيا محمية في ظل التحولات العالمية المتسارعة، مما يدفعها إلى اتخاذ إجراءات وقائية قبل فوات الأوان. وتظهر التحولات الجارية أن هناك معادلة جديدة تتشكل بين القوى الدولية، حيث ينظر إلى الدعم الأمريكي للمغرب كعامل محوري قد يعيد ترتيب الأوراق السياسية والأمنية في المحيط الأطلسي. وقد أثار هذا الدعم تساؤلات حول إمكانية تحويل الملف إلى فرصة لإعادة بناء تحالفات استراتيجية جديدة، أو ربما لتصعيد التوترات القائمة بين الجيران، وهو ما جعل من الضروري تبني مواقف أكثر حزماً ومرونة في آن واحد. ورغم الجهود الدبلوماسية الرامية إلى تهدئة الأوضاع، تستدعي التطورات المتلاحقة إعادة تقييم دقيقة للمواقف لضمان عدم تأثير أي تغيير في السياسات الخارجية على الاستقرار الداخلي. وفي ظل هذا الإطار الديناميكي، يتضح أن التحديات تتجاوز حدود السيادة لتصل إلى عمق العلاقات الاستراتيجية والاقتصادية التي تربط بين إسبانيا والمغرب، مما يحتم النظر إلى الملف من زوايا متعددة لتفادي انعكاسات سلبية على الاستقرار الإقليمي. هذه العلاقات التي ظلت لعقود قائمة على التعاون المتبادل رغم بعض التوترات الدورية، تواجه اليوم اختباراً حقيقياً مع تصاعد الجدل حول طبيعة التوجهات الأمريكية وتأثيرها على مستقبل المدينتين المحتلتين، وهو ما يجعل مدريد أمام خيارات محدودة بين تعزيز موقفها الدبلوماسي أو إعادة تقييم استراتيجيتها في المنطقة. وفي ظل هذا الواقع، يبدو أن التحولات الجارية لا تقتصر فقط على المستوى السياسي، بل تمتد إلى الأبعاد الأمنية والاقتصادية، حيث يسود تخوف من أن تؤدي أي خطوة غير محسوبة إلى إعادة تشكيل خريطة النفوذ في المنطقة. فالولايات المتحدة التي عززت علاقاتها بالمغرب بشكل غير مسبوق في السنوات الأخيرة، لم تخف نيتها في دعم الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وهو ما يثير تساؤلات عميقة داخل الأوساط الإسبانية حول مدى قدرة مدريد على الحفاظ على توازنها في هذه المعادلة الجديدة. على الجانب الآخر، لا يمكن إغفال أن المغرب نفسه يدير هذا الملف بحذر شديد، فهو يدرك أن مصالحه الإقليمية تتطلب الحفاظ على علاقات مستقرة مع جيرانه، وخاصة إسبانيا التي تعد شريكاً اقتصادياً وتجارياً رئيسياً. فالمغرب لا يسعى إلى مواجهة مباشرة بقدر ما يعمل على تثبيت موقعه كقوة إقليمية صاعدة تعتمد على استراتيجيات طويلة المدى في بناء تحالفاتها، مستفيداً من دعم القوى الكبرى التي ترى فيه بوابة محورية نحو إفريقيا. ورغم محاولات نزع فتيل التوتر، يبقى السؤال الأساسي: إلى أي مدى يمكن أن تصمد هذه التوازنات في ظل التغيرات الجيوسياسية المتسارعة؟ وهل ستتمكن إسبانيا من التكيف مع هذه المستجدات دون أن تخسر نفوذها في المنطقة؟ والأهم، كيف سينعكس كل هذا على مستقبل المدينتين المحتلتين في ظل استمرار الجدل حول وضعهما القانوني والتاريخي؟ في النهاية، يبقى هذا الملف مفتوحاً على جميع الاحتمالات، وما قد يبدو اليوم مجرد تكهنات قد يتحول غداً إلى معطيات واقعية تغير مجرى الأحداث. وبين المواقف الرسمية والمخاوف الشعبية، يظل الرأي العام المغربي والإسباني متابعاً عن كثب لكل التطورات، في انتظار ما ستكشفه الأيام المقبلة. فما رأيكم أنتم في هذا الموضوع؟ هل تعتقدون أن المغرب سيحصل يوماً على اعتراف دولي بمغربية سبتة ومليلية؟ أم أن المعادلات الدولية ستظل تبقي الوضع على ما هو عليه؟ شاركونا آراءكم في التعليقات، ولا تنسوا دعم المحتوى بالمشاركة والإعجاب. إلى اللقاء في حلقة جديدة.